السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. عاملين ايه في الصيام؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. إيه حلقة انا كان نفسي اعملها بدري شوية بس الظروف ما سمحتش وان الاوان ان انا اعملها لكم. ايه هي بقى؟ هو احنا ليه بنصوم رمضان؟ إيه سؤال كنا بنسأله واحنا صغيرين اوقات، احنا ليه بنصوم رمضان؟ فكانت الاجابة دايما إيه، علشان نحس بالفقراء وان الفقراء بيجوعوا، فاحنا لما نصوم شوية فهنجوع، فهنحس ان الفقراء ايه، هنحس بالفقراء يعني، فبالتالي نتعاطف معاهم. تمام. طيب، الإجابة دي كانت مرضية واحنا صغيرين، بس احنا كبرنا اهو. يا ترى عارفين بقى احنا بنصوم ليه؟ كل واحد عارف؟ ممكن توقفوا الفيديو كده وتشوفوا الجواب اللي هيجي في دماغكم ايه، وبعد كده افتحوا الفيديو وشغلوه تاني ونشوف احنا وصلنا لغاية فين. انا شخصيا كنت دايما بسأل نفسي السؤال ده، هو احنا بنصوم ليه؟ واوقات في مشاكل نفسية لما بنفهم على فكرة الغاية من الصيام، آه، بتساعدنا كتير اصلا في مشاكل نفسيه بتقابلنا. معقول؟ اه معقول. تعالوا بقى وانا اقول لكم حاجه حاجه. اول حاجه، انا سمعت فيديوهات كتير وحاولت يعني اوصل لحل، يعني اجابه للسؤال دوت. طيب، كان الترتيب المنطقي اللي انا رتبته بالنسبه لنفسي، ولو حد بقى يعني الله اعلى واعلم، ولو حد عنده معلومه او يقدر يصحح لي معلومه فمفيش اي مشكله عشان نستفاد كلنا. كان اول حاجه بالنسبه لي مبدأ السمع والطاعه. الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، تمام؟ فربنا أمرنا بالصيام. لازم نبقى عارفين احنا اتخلقنا اصلا عشان نعبد ربنا، ان احنا عبيد. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام صلوا عليه كان بيحب دايما عبد الله ورسوله، هو عبد لله ورسول، فهو كان حتى بيحب المسمى ده صلى الله عليه وسلم. فاحنا عبيد وهو الملك سبحانه، فهو اعملوا كده حاضر يا رب، سمعنا واطعنا. ما تعملوش كده حاضر يا رب، سمعنا واطعنا. تمام. ولله المثل الاعلى. احنا لو في الشغل والمدير بتاعنا مثلا قال لنا اعملوا حاجه، احنا اصلا ممكن ما ناقشناهوش ونعمل وخلاص. ليه؟ عشان نحافظ على اكل عيشنا زي ما بيقولوا، والفلوس اللي بتجيلنا من المرتب. يبقى الاولى ان احنا بنسمع كلام ربنا علشان الجنه ان شاء الله باذن الله. تمام. يبقى اول حاجه مبدا السمع والطاعه، من غير ما نفهم، من غير ما نفهم احنا بنصوم علشان ربنا امرنا وخلاص. ده بيحمي الانسان من حاجات كتير. في ناس كتير ولا حول ولا قوه الا بالله بيوصلوا اللي هو بيسالوا اسئله المفروض ان هي مثلا ملهاش اجابات، او الاجابات ما بتكونش مرضيه بالنسبه لهم، فبالتالي بيخشوا في طريق والعياذ بالله الالحاد. تمام. لان هم مش فاهمين، وعايزين يفهموا حاجات كتير. لا، احنا ما بنفهمش، احنا عبيد، سمعنا وأطعنا. احنا بنقولها حتى في خواتيم سورة البقرة، صباحا ومساء وقالوا سمعنا وأطعنا. يبقى مبدأ السمع والطاعة لربنا. تمام. ده هيريحنا من حاجات كتير، هيريحنا كمان في الأقدار المؤلمة. أوقات بنصاب بابتلاءات وما بنبقاش فاهمين احنا ابتلينا ليه، لكن لأننا احنا عارفين إن ربنا هو اللي ابتلانا وربنا قدر ذلك، فيبقى الحمد لله واحنا مسلمين أصلا لله. يبقى دي أول حاجة. طيب، هل الصيام فعلا ملهوش حكمة؟ لا، عرفنا انه ليه حكمة كتير كتير من الصيام. ايه اول حاجة؟ اول حاجة إيه، احنا بنصوم. حد عارف ان انت صايم تقدر تفطر؟ اقدر افطر. ممكن الناس كلها تبقى عارفة انك صايم وانت فاطر؟ ممكن. انا بتمضمض مثلا في الصلاة، ما ينفعش اشرب شوية مية؟ هو حد شايفني؟ يبقى ايه هي بقى؟ مراقبة ربنا بالغيب. يبقى احنا هنراقب ربنا بالغيب. تمام. يبقى تقوى ربنا. يبقى احنا بنتعلم في الصيام ان احنا بنتقي الله، نتقي الله في الغيب اهو. نقدر نفطر لكن احنا ما بنفطرش. تمام. عشان ربنا هو شايفنا ومطلع علينا، ومن هنا لما بنوصل للنقطة دي بنعرف نتقي ربنا بالغيب. تمام. احنا لما بنيجي نتقي ربنا بالغيب كمان من ده بيحمينا من ذنوب الخلوات، لان احنا الانسان في الخلوه بيبقى عارف ان هو بيراقب ربنا بس مش بيراقب الناس. تمام. ومن هنا بتيجي بقى معاني تقوى الله بالغيب. تمام. طيب، يجي بعد كده ايه؟ يجي بعد كده الانسان بيتحكم في شهواته. الصيام بيعلم الانسان ان هو يتحكم في شهواته. اذا كان احنا قدرنا نتحكم ان احنا نصبر على الحلال، الاكل والشرب والحاجه اللي ربنا حللها، فمش اقدر بينا ان احنا نستحمل ونصبر على الحاجه بقى اللي ربنا حرمها. فالانسان من الصيام بيقدر يتحكم في شهواته. واوقات دي بتكون نصيحه لاي حد مش قادر ان هو يعني مسيطر عليه ذنب او شهوه هو مش قادر يتحكم فيها، فبتكون النصيحه صوموا. ايوه، صوموا صوموا. الصيام بيطهر وبينقي الروح وبيخلي الانسان فعلا يقدر يتحكم في كل حاجه هو مش قادر ان هو يتحكم فيها، لا بيتحكم فيها بالصيام. تمام. يبقى دي حاجه كمان
بنتعلمها من الصيام. يجي بعد كده ان احنا فعلا لما بنصوم بنحس فعلا بالفقراء، فده بيرقق من قلبنا اكتر، فبالتالي بنعطف على الفقراء. وفي ان الصيام تصوم وتصح. هل الصيام فعلا صحة؟ الصيام فعلا صحة، والعلم الحديث وفي حاجات كتير في الموضوع دوت، بس مش هنقدر نتطرق ليها. ان الصيام فعلا بيكون صح. ان الجسم لما بيصوم الفترة اللي احنا بنصومها ديت بيبدأ يهاجم الخلايا الضارة في الجسم، وبيعمل يعني بيعمل تنظيف للجسم بالخلايا السامة فيه. فليه فوائد. بس الصيام الصح والفطار الصح، يعني احنا نصوم ونفطر زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا. نفطر على تمر، مش على عصير بقى وبيبسي والحاجات ديت، لا بنفطر على 3 تمرات او نشرب شويه ميه، ونقوم نصلي المغرب ونرجع ناكل، ونفتكر ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، مش نملاها على الاخر ونتعب وبعد كده نقول الصيام لا ده ضرنا ما نفعناش. فيبقى نصوم صح ونفطر صح، ساعتها فعلا هنكون اصحاء ان شاء الله باذن الله. تمام. يبقى هي دي يعني اللي انا يعني قعدت بقى اقرا وابحث واشوف احنا ليه بنصوم فعلا، وايه المعاني اللي احنا بنتعلمها من الصيام، والاهداف اللي احنا ممكن نتعلمها من الصيام. فاتمنى ان اكون افدتكم، واتمنى فعلا لو كنت غلطت في حاجه صححوها لي، ولو حد عنده معلومه زياده يا ريت يكتبها. ايه المانع ان احنا نستفيد كلنا من بعض. بس اتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، واتمنى ان اكون افدتكم. وما ننساش نصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.